اختي الصغيره من جبروتها لما جوزها مات حطت كاميرا جوه القبر بتاعه، جوه القبر المدفون فيه زي ما انتوا سمعتوا كده. واللي حصل وقتها كارثه ما تخطرش على بال اي حد. انا عايزه احكي لكم المشكله دي علشان تساعدوني، لان اختي وقع في مصيبه كبيره من بعدها ومش لاقيين ليها حل ابدا. ارجوكم ساعدوني. احكي لكم من الاول ايه اللي وصل اختي انها تعمل التصرف ده. اختي كانت اصغر واحده في اخواتنا وانا الكبيره بتاعتهم، وهي قريبه مني جدا جدا وبتحبني وانا قريبه، دايما بنحكي لبعض وبنفضفض. ما اخبيش عليكم احنا وضعنا المادي والاجتماعي مش احسن حاجه. ابويا وامي ست بيت وابويا راجل ارزقي، واحنا حوالي 3 بنات وما تعلمناش تعليم عالي ولا حاجه بسبب الظروف الماديه اللي بابا كان بيمر بيها، وكان امنيه حياته انه يجوزنا ويسطرنا. وقد كان. واختي اتجوزت وما صدق شال عليها، يعني اتشال من عليه الحمل بتاع الجواز والمصاريف والكلام ده. والاهم من ده ان هي اتجوزت واحد اكبر منها ب10 سنين، وكمان راجل مقتدر وغني جدا جدا ومن صحاب المشاريع. وانا اختي كانت جميله فوق الوصف، اجمل واحده فينا في اخواتي. فاتجوزت الراجل ده. طبعا الراجل ده كان لقطه وفرصه كبيره جدا بالنسبه لبابا. بابا كان مبسوط جدا بالجوازه دي، ان هو هيشيل من عليه تكاليف جهاز وهيشيل 3/4 وعنده شقه ومبسوط. يعني الراجل يعني ايه، هياخدها بشنطه هدومها كده زي ما بيقول. اتجوزته وكانت فاكره ان الحياه هتبقى حلوه وتضحك لها وتطلع في بيت نظيف وجميل وجوزها يحبها ويقدرها ويصونها. والعكس هو اللي حصل. اختي شافت مع الراجل ده اسود ايام في حياتها، واحنا كلنا كنا شاهدين على ده. وطبعا عشان انا اختها اللي كنت دايما قريبه منها ودايما هي بتحكي له بتفضل لي، كنت عارفه عنها ادق التفاصيل. كل حاجه وحشه شافتها مع الراجل ده. حملت منه وخلفت على طول، بعد سنه جابت بنت. طبعا يا جماعه بعدها بخلفت بحاجه بسيطه اكتشفت ان الراجل ده متجوز اصلا عليها واحده من فتره، وما كانش قايل لها ولا حكي لها اصلا اللي كان متجوز. ولما جت واجهته قال لها اخبطي دماغك في الحيطه، هو ده اللي عندي. وطبعا سكتت وردت بالامر الواقع، لان عندها حل تاني خالص. ان هي هتعمل ايه؟ هتطلق منه؟ يعني بابا مش هيستحملها. طب هيبقى معاها عيله، مين اللي هيصرف على البنت دي ومين اللي هيصرف عليها؟ الموضوع بقى صعب جدا يا جماعه. كل ده كوم، واللي حصل في اختي كوم تاني. كان بيضربها كتير وكان بيعنفها كتير وعلى اتفه الاسباب، وكان معاها في العلاقه كان راجل صعب جدا جدا، وكان متزمت، وكان اسلوبه لا كان عنده طيبه ولا ود ولا احترام ولا رحمه ولا اي حاجه. كان دايما شيطها وبيضربها ودايما مقلل منها ودايما محسسها ان هي اقل منه وان هي محتاجه له. وهو فعلا ده اللي حصل. هو كان بيحس منها ان هو انا ماليش مكان تاني غيرك، فكان دايما بيعايرها بده، وكان دايما حاسس ان هي عندها نقطه الضعف ان هي هتروح من غيره فين. فكان طول الوقت بيعايرها باهلها وبفقرها، وبيعايرها ان انت من غيري ولا تسوي شيء. كان محسسها ان هي بني ادمه نكره. جيرانها كانوا دايما بيكلمونا وبيكلموا بابا يقولوا له بنتك بتتضرب ضرب موت، ده كل يوم نصحى نجيبها من تحت ايده، ده بيبهدلها، حرام عليكم انتوا ليه سايبين بنتكم بالمنظر ده؟ وهي كل يوم والتاني تيجي تشتكي وتيجي تعيط لبابا وتقول له بهدلني وضربني ومبهدلني. بابا يقول لها بقول لك ايه، عيشي، ده جوزك ومخلفه منه بنت، هيعمل ايه؟ اكيد انت بتستفزيه في حاجه، الراجل مش هيقوم من النوم يضربك يعني على طول. وطبعا بابا كان من جواه متضايق ان هو بيعمل ده، بس كان بالنسبه له هتيجي فين؟ مين اللي هيصرف عليها؟ مين اللي هيصرف على بنتها؟ تسيب بنتها وتبقى ترجع. وقايل كان دايما يقول البنت طالما اتجوزت، طالما دخلت بيت جوزها ما تطلعش منه غير وهي على طول البيت التاني اللي هو القبر بتاعها، تدخل تدفن على طول. لكن انا ما عنديش حاجه اسمها طلاق، ما عنديش الكلام ده خالص، واحنا ولا في بيتنا ولا في عيلتنا. كان دايما بيقول لها كده. كانت تيجي تشتكي يا عيني وتمشي مكسوره الخاطر، لا لاقيه لها حد، لا سند يدافع عنها ولا حتى ياخد حقها من الراجل ده. كانت طول الوقت بتدعي عليه وتتحاسبن عليه، وكانت طول الوقت تقول انا نفسي اشوف في يوم. وبيني وبينكم كانت دايما تقول لي انا نفسي بجد ربنا ياخده من حياتي، لو اختفى من حياتي انا هرتاح، لاني لا عارفه ابعد عنه ولا حتى عارفه اعيش من غيره ولا اي حاجه. كانت دايما تدعي عليه بالموت من كتر ما هي كانت بتكرهه، لانه ما كانش فعلا بيعملها كويس خالص زي الخدامين بالظبط. هي كان دورها في البيت تطبخ وتمسح وتكنس ليس الا، ويا ريته بقى لا كده كان عاجب، لا ما كانش عاجبه اي حاجه من اللي هي بتعملها. لحد يا جماعه ما مرت الايام، والراجل ده اصلا كمان كان معاملته ظالمه حتى مع الناس. هو كان تاجر كبير وعنده مشروعه كبير، وكان في ناس بتشتغل تحت ايده. كانت ناس كتير جدا بتشتكي من اسلوبه وطريقته، وان راجل طماع وعينه مليانه ومش كريم ودايما عامل مشاكل مع الناس، وحتى مش بيعمل اعمال خير، مع ان ربنا كرمه ومقتدر، لكن ما كانش بيساعد حد ولا كان بيساعد حد ان هو يوصل ولا يديله مع حد قصده في اي مصلحه ولا في اي شغل يفيده بيه. ما كانش بيدي معلومه لحد ولا كان بيقف جنب حد ولا كان بيساعد حد. كان راجل صعب جدا. دايما تشتكي انه ما بيصليش ولا بيركع ولا حتى مهتم ببنته، وحتى معاملته مع زوجته التانية دي كانت معامله وحشه، وعياله ما كانوش بيحبوه. يعني كان راجل ظالم ومفتري، وكان عنده شره للفلوس وجمع للفلوس، هي دي حياته. كانت فعلا اختي كانت
بتتمنى ان هو يموت او يحصل له حاجه وانها تبعد عنه، وكانت دايما بتقول الراجل ده هيقابل ربنا هيقول له ايه؟ ده لا معامله طيبه معايا ولا مع مراته التانيه ولا حتى بيصلي ولا عارف ربنا ولا بيساعد الناس ولا بيعمل خير، على الرغم ان ربنا كرمه من وسع. كنت دايما اقول لها سبحان الله، الفلوس دي دايما بتيجي اختبار وامتحان للبني ادم في الدنيا، يا يتوجهه صح ويعمل بيها ويتاجر مع ربنا ويساعد الناس ويعمل اعمال خير، يا اما تنكسه وتبقى حاجه هي دي اوحش حاجه، هو فاكر ان دي احسن حاجه في حياته بس هي في الحقيقه اوحش حاجه في الدنيا. اختي في يوم من الايام لقيتها بتتصل بيا في التليفون بتقولي الحقي انا جوزي وقع من طوله وعمالين نجري بيه على المستشفيات وعلى الدكاتره. وطبعا في الوقت ده فعلا ابتدوا يلفوا على دكاتره كتير جدا، وكل دكتور يقول حاجه وكل دكتور يكتب علاج وروشته، ومفيش اي دواء ولا في اي علاج نافع معاه، لحد ما عملوا فحوصات وتحاليل واكتشفوا ان هو عنده المرض الخبيث. طبعا من الوقت ده يعلم ربنا ان اختي كانت بتخدمه وكانت مع عمرها ما قصرت معاه، هو في الاول في الاخر جوزها وابو بنتها، وكانت دايما بتقول انا بعامل ربنا فيه، على الرغم ان هو كانت دايما بتقول ان هو ما يستاهلش مني اي رحمه ولا اي خدمه، بان هي شايفاه مذلول قدامها، بس كانت بتساعده وكانت بتكبر بخاطره كتير جدا، لكن من جواها عمرها لا سامحته ولا عمرها تمنت ان هو يعيش ولا يكمل معاها، اللي هو انا بعمل لربنا، لكن هي ما كانتش بتتمنى شفائه اصلا. دايما اقول لها معلش هكون في ميزان حسنات، كنت تقول لي عادي، بس انت ما شفتيش يا اختي لما كان يدخل عليا لاني سخنه ولا عندي دور برد ولا عندي مشكله كان يبص عليا بطرف عينه، ولا كان بيكبر خاطري بكلمه، ولا كان بيقول لي كلمه كويسه، ولا كان بيسعفني، ولا كان بيعمل اي حاجه. هي انا صراحه اللي كنت بجري بيها، وانا اللي كنت بوديها للدكاتره في اي تعب ليها او اي تعب لبنتها، انا اللي كنت بعمل لها كل حاجه. كان هو يديها فلوس ويقول لها خلي اهلك يودوكي ولا يعملوكي، هو بالنسبه لها كان فلوس بس، لكن لا حنيه ولا وده ولا رحمه ولا اي حاجه. لما تعب التعب ده للاسف حالته انتكست بشكل سريع فوق العاده، حتى الدكاتره نفسهم كانوا مستغربين، يعني كانوا بيقولوا لها للاسف المرض الخبيث ده انتشر في كل جسمه وعمل له مضاعفات وبقى راجل قعيد بمعنى الكلمه، وتاثر على الحركه واثر على كل حاجه، وهي كانت فعلا بتشيله وتحط فيه، كان قعيد. مفيش اقل من شهر والمرض كان انتشر بطريقه سريعه والراجل ده مات على طول. وهي لما مات حسيت ان هي ارتاحت نفسيا شويه من الضغط ومن العيشه اللي هي كانت عايشاها. المهم ما كانش فيه ناس كتير موجوده في الدفن، عايزه اقول لكم ما كانش فيه غير اقرب الاقربين، وانا واخواتي اللي كنا شايلين كل حاجه، لان هو برده كان راجل كبير وما كانش ليه اهل كتير، وكمان ما كانش فيه للاسف ناس بتحبه كتير ومفيش ناس مشيت وراه. خلاص يا جماعه بعد ما دفناه اختي طلبت من الراجل التربي، طلبت منه ان هو بعد ما يقفل عليه التربه ان هو يسيب طوبه من اللي بتقفل دي ان هو ما يقفلهاش. وقتها الراجل استغرب ليه عايزه كده، قالت له معلش انا هفضل للاخر وانا اللي عايزه اخر اودعه وعايزه مش عارفه ايه، وادته فلوس علشان يعمل معاه الموقف. طوعها وصدقها في اللي هي قالته، كانت حزينه وبتعيط والكلام ده قدامه، وصدقها وقال خلاص، وقالت له انا اللي هقفل الطوبه دي، سيبني انا هودع جوزي. سابها ومشي، وانا كنت معاها في حال الذهول مش عارفه اهاجمها عشان الراجل ما يشكش في حاجه، وفي نفس الوقت عايزه اعرف هي بتفكر ازاي. مسكتها وقلت لها بتعملي ايه وانت عايزه تعملي ايه؟ قالت لي سيبيني من كتر ما هو ظلمني وبهدلني في الحياه اللي عايشها معايا فيها، انا نفسي، انا متاكده ان ربنا هينتقم منه، متاكده ان ربنا هيعذبه في القبر على قد ما كسر بخاطر ناس كتير وظلمني وظلم ناس كتير، انا متاكده ان ربنا هيخلص كل ده، انا عايزه اشوف ربنا هيعمل فيه ايه. وفعلا لقيتها مطلعه كاميرا كده ليها بطاريه وراحت حطاها جوه القبر بتاعه وقفلت عليه الطوبه دي، قفلتها بشكل كروكي كده مش بشكل بالاسمنت ولا الكلام ده، علشان بعد كام يوم وبعد فتره ان هي تروح تسحب الكاميرا من جوه القبر وتشوف ايه اللي حصل. فهمتها كتير وقلت لها اللي انت عملتيه صح، لدرجه ان انا مشيت قلبي بيوجعني ومخضوضه وحاسه ان هي عملت حاجه غريبه، بس كانت طول الوقت بتعيط قوي وتحضن فيا وتقول لي سيبيني عشان خاطري، السر ده ما بيني وبينك، عشان خاطري سيبيني اطلع اللي جوايا، سيبيني افش غلي في اللي حصل لي، انا ما عملتش اي حاجه، انا حطيت الكاميرا ومشيت معاكي اهو. سبتها يا جماعه ما بقتش عارفه اعمل ايه ولا ارد عليها اقول لها ايه، سبتها في حزنها وسبتها في كل حاجه ومشيت. واللي حصل يا جماعه بعد كده كانت كارثه. اختي من وقتها وهي بتموت حرفيا على طول تقوم وتحلم بكوابيس، وعلى طول بترجع، وعلى طول دايخه، وعلى طول تعبانه، وبتقوم على كوابيس تصرخ وتصوت، لدرجه ان احنا خدنا بنتها منها من كتر ما هي في حاله غايبه عن الوعي، في حاله عن تركيز، في حاله فقدان الوعي بطريقه مش طبيعيه ومش مركزه، وبتعيط وبتصرخ وبتصوت على طول. اختي حالها اتبدل 360 درجه، مش هي
لفينا بيها على دكاتره كتير جدا من غير فايده، لدرجه ان ماما خدتها لناس بيقولوا عليهم الشيوخ، وعملنا كل حاجه علشان نشوف اختنا بقى فيها ايه، اللي بتقوم تصرخ وتصوت وتقطع هدومها وتشد في شعرها، حتى لا تؤتمن على بنتها دلوقتي، ما اعرفش ايه اللي حصل لها. ومن ساعتها انا شاكه هو يا ترى هي ممكن تكون راحت فتحت القبر وفتحت الكاميرا دي وشافت ايه اللي حصل من ساعتها وهي كده، ولا ده مثلا عقاب ربنا ليها في ان هي عملت تصرف زي ده وهي ما شافتش حاجه من الكاميرا، بس ان هي تشوف خصوصيه وتشوف حاجه صعبه قوي، ان هي ان القبر برضو ليه حرمته والمدفن ليه حرمته، وحرمه الميت دي انتهاك لخصوصيه الميت. خايفه برضو عايزه اروح اقول لاهلي ان ده حصل، ان اختي عملت كده، وواجههم يمكن يساعدوها او يمكن ده السبب من الاسباب، مش عارفه. حاسه ان انا متكتفه وشايفه اختي بتضيع قدام عيني ومش عارفه اعمل ايه ولا اتصرف ازاي. تساعدوني، هو ايه اللي يكون وصلها للمرحله دي؟ طب اروح احكي لاهلي ويعني افتش بقى السر اللي ما بيني وبينها واقول ان هي عملت كده في تراب جوزها؟ يمكن حد يساعدني. يا ريت يا جماعه اللي يعرف حل اللي هي فيه، او ايه السبب، او اللي هي فعلا عملته ده هو السبب ولا حرام وربنا يحاسبها عليه، ولا اعمل ايه.